ديربي مانشستر، هاري ماغواير نعامة أمام هالاند، وإيريك تين هاغ متخصص في الفشل أمام الكبار. مرة أخرى اكتست ديربي مانشستر بألوان السماوي، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز على جاره وغريمه مانشستر يونايتد ب3 أهداف دون رد في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد. ثلاثية مانشستر سيتي بدأت عن طريق النرويجي هالاند، حيث افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 بضربة رأسية بعد عرضية برناردو سيلفا. وفي الدقيقة 80 قدم النرويجي كرة على طبق من ذهب إلى فيل فودين الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى. وعاد مانشستر يونايتد إلى التعثر بعد فوزين متتاليين منذ الخسارة بهدف أمام كريستال بالاس، ليواصل الشياطين الحمر حالة التذبذب في النتائج منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي. وفي المقابل واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر توتنهام بعدما رفع بطل الدوري الإنجليزي رصيده إلى 24 هدف، متخلفا بفارق نقطتين عن فريق اللندني. مباراة ديربي مانشستر حملت في طياتها كثير من الملامح الفنية المثيرة للاهتمام. ثنائية هالاند في مرمى الشياطين الحمر رفعت رصيد تهديفي إلى 11 هدفا، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. المثير أن هالاند تمكن من معادلة الأهداف كل لاعبي مانشستر يونايتد في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث لم يسجل فريق المدرب إيريك تين هاغ سوى 11 هدفا فقط منذ بداية الموسم، بمعدل 1.1 هدف في المباراة. وبالإضافة إلى ذلك فقد سجل هالاند الهدف رقم 200 في مسيرته مع الأندية في المباراة رقم 250 له، وهو معدل استثنائي بالطبع للمهاجم النرويجي.